لو تسألني قبل 4 سنوات، ولو تسألني بعد 20 سنة عمري كامل، يعني لو اني وش الندم الوحيد اللي صدق ندمته في حياتك، اقول لك الدخان. هذا قلب حياتي، الدخان هذا قلبني. وانا معاك الآن ضخ الدم مو متناسق مع النفس حقي، هذا اخذ عليه علاجات مو متناسقين، كله من العادة السيئة هذه. تركت الدخان قبل 3 سنوات أو 4 سنوات تقريبا. يا عبد الله طاح الفاس في الراس، خلاص. كنت أقول يا عمي شوف هذا يدخن، شوف كم عمره ما في شيء، شوف هذا الثاني يدخن، الله يدخن. ما كان أحد وراي يا محمد اتركه. أشوف مقاطع عن التدخين اللي يتنفس ما أتعظ فيه. طاح الفاس بالراس، جاني مرض أعاني منه إلى الآن، أعاني من المرض هذا بالنوم. يا رجل ما أقدر أنام على جنب، على جنبي الأيسر، أقسم بالله ما أقدر. إذا جلست جلسة عادية أخذت نفس، تجيك شيء كذا ضربة هنا تحس إنها تذبحك. معاناة بسبة هذا الخبيث. أقسم بالله لو سألتني قبل تقول إنك بتدخن ولا توقف يوتيوب ولا بنوقف عنك اليوتيوب، وقف عن اليوتيوب. أهم شيء ما أدخن. اترك كل شيء، اترك كل شيء. بدفع ما وراي دوني بس علشان هذا يصير سليم. اللي جاك مزمن أبو خالد؟ شوف أنا بعلاجات الآن، ماشي بعلاجات، ويقولون في يعني في فحوصات عادي نعرف مشكلتك بالضبط. كل يضخ الدم للقلب ومتناسقين مع النفس حقي إلى الآن. يعني أذكر أول ما جتني كنت منسدح على الجنب الأيسر يا أخي، كنت في البيت، رحت المستشفى، دخلت على الدكتور، سووا لي الفحوصات، سووا لي دهنوا شيء هنا، سووا لي كل شيء. يعني أنا ماني بطيب، هذا كل جنب يوجعني، يدي اليسار توجعني، يدي من هنا توجع، ظهري من ورا فيه أشياء، ماني بطيب. الله يجعلها في الجنة دكتورة قالت أنت مدخن يا محمد. طبعا أنا مدخن شرس، باليوم بكتين ونص، وليس فخرا. يومني أنا أدخن بعمر صغير في الثانوي أو يا رجل أشوفها شجاعة داخليا، بيني وبين نفسي أشوفها شجاعة. أنت تشوفني إيش؟ وش الواقع هذا؟ بس أنا أشوفك وش أنا قدامك، لكن أنت تشوفني يا اللي ما يدخن يشوفني إيش؟ يا أخي وش هذا من يخوي؟ وش ما يخوون إلا الزاحفين، خويا الزاحفين، يلا دخل معاهم. وللأسف صغار بالعمر، صغار يا عبد الله، صغار طايحين فيب وما فيب، قلة الحياة، ويحسبها رجوع. يعني ما أردى من ذا ذا، يحسبها داخليا إن أنا بختلف عن الناس، أنا كبير في العمر خلاص، أنا كبير في العمر خلاص، أنا أتحمل هذا الشيء. والله ما يتحمل جسدك. ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. يا أخي أنت قاعد تلقي بنفسك للتهلكة ليه؟ توك بالعمر زهرة شبابك، ليش تسوي زي كذا؟ أنا يا عبد الله قدامك الآن طاح الفاس بالراس، أقسم بالله طاح. وبإذن الله مع العلاجات إنه بنكون يردني عن أشياء كثيرة، سبب لي توتر، مرض سبب لك توتر، صرت تخاطب نفسك طيب هذا العضلة هذه أهم عضلة في الجسم، لو جاء شيء أنت فيك مشكلة فيها، قاعد داركها الآن، كلها من الدخان. ندمان يا أخي، أنا ندمان.